أن وقوفه ضد الظلم جعلت قلوب المصريين تحيط به من كل مكان. نتابع. تتزاحم الجموع لتحمله بقلوبها قبل أيديها، فمشهد النهاية كان فرصة تلاميذه ومحبيه للتعبير عن حجمه ومكانته. هو العالم الأزهري الشيخ محمد الراوي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، بعد معاناة طويلة مع المرض تتم الصلاة عليه داخل الجامع الأزهر. يتحدث في القرآن، إن تكلم ففي القرآن، إن وعظ ففي القرآن، ولا أزكي على الله جل وعلا. رجل تجاوز 80 الآن من عمره، عجيب والله مع القرآن، يحفظ القرآن من صغره. كان من أول من كان يقيم التراويح في الرياض، وكنا نذهب إليه لأنه كان يصلي حفظا قبل 50 سنة. الراوي ولد بقرية ريفة في أسيوط، وحفظ القرآن الكريم في صغره قبل أن يلتحق بالأزهر ليتخرج منه عام 54، ويبدأ مسيرة عطائه التي طاف خلالها بالعديد من البلاد الإسلامية، يقدم علمه مختلطا بهموم أمته ومدافعا عنها. لأن الأرض تخاطبنا، لأن الواقع يخاطبنا، أن المتجبرين في الأرض تلك مصائرهم. كل من استكبر في الأرض بغير الحق فذاك مصيره. والأرض تعلمنا أن كل من مشى عليها دفن في بطنها. لم يداهن أحدا ولم ينافق مسؤولا، كان من القلة الصابرة حسب تعبير عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الدكتور محمد عمارة، الذي وصف الشيخ الراوي بأنه كان من البقية الصالحة، مشيرا إلى أنه كان شديد المودة لكل من عرفه أو زامله. بدوره رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الدكتور يوسف القرضاوي نعى الدكتور محمد الراوي عبر حسابه على موقع التدوين المصغر تويتر، واصفا إياه بأنه لا يقبل الضيم. هذا ظلم، والدعابة اللي يقولها شعبنا، مين اللي جعلك كده؟ قال له ما لقيتش حد يصدني. صحيح. مين اللي فرعنك يا فرعون؟ قال ما لقيتش حد يصدني. توارى الشيخ الراوي عن الإعلام عقب الانقلاب العسكري بعد رحلة عطاء طويلة لدينه وأمته، قدم فيها المؤلفات والكتب، وأطلق فيها الكلمات والخطب، ليقترن حسن العمل بمبشرات حسن الخاتمة في وفاته عن عمر ناهز 88 في خير الأيام وهو الجمعة، وفي خير الشهور وهو رمضان. قررت نيابة شرق الإسكندرية الكلية بسرعة ضبط وإحضار الملاك الفعليين لعقار منطقة الأزاريطة المائل. وكانت النيابة قررت حبس سيدة 4 أيام